يا جدعان شوفوا اللي جبتهولكم النهاردة. فيديوهات غريبة ومجنونة هتشوفوها لأول مرة. عندنا كابوريا بتخلع قشرتها القديمة في مشهد طبيعي مش هتصدقوا. وعندنا كمان واحد بيعمل خدعة سحرية صعبة جدا بيعدي فيها تعبان من مناخيره. وفوق كل ده هنشوف أغرب عادة في الهند، وهم بيدفنوا بقرة وبيعملوا لها جنازة كأنها إله. جهز نفسك عشان دي لقطات عمرك ما شفت زيها. يلا بينا نشوف. تعال بقى أقولك على معلومة يمكن أول مرة تسمعها في حياتك. أنت تعرف إن في الهند بيدفنوا البقر؟ أيوة يا صديقي، في الهند أي بقرة بتموت بيدفنوها على طول زي ما أنت شايف، وكمان بيعملوا لها جنازة. وده علشان في ناس كتير في الهند بتعبد البقر ومعتبرين إن البقر إله يا صديقي. فأول ما البقرة بتموت بياخدوها وبيدفنوها زي ما أنتوا شايفين كده. فحاجة غريبة أوي بصراحة. يا جدعان ايه اللي بيحصل ده؟ بصوا يا جماعة، السرطان ده بيقلع هدومه، مش مصدق عيني. ده مش مجرد سرطان ساب القشرة بتاعته، دي عملية طبيعية اسمها الانسلاخ أو تبديل الصدفة. بصوا كده، الصدفة القديمة دي اللي لونها أصفر غامق فتحت من ورا، والسرطان الجديد اللي لونه أغمق وأزرق شوية بيزق نفسه ويطلع منها. يا نهار أبيض على الصعوبة، الموضوع ده أكيد متعب جدا وخطير بالنسبة له، تحس إنه بيصارع علشان يخرج من القميص الضيق بتاعه. بصوا بقى، السرطان اللي لسه طالع ده بيبقى طري وكأنه جل، ودي أصعب فترة في حياته. بيبقى ضعيف جدا وممكن أي حاجة تاكله بسهولة. يا عيني على الإخراج البطيء، كل رجل بتطلع ببطء. بصوا الرجلين الأمامية والقراصات كمان أهو كده طلع خلاص. بصوا، دي الصدفة القديمة الفاضية اللي سابها ورا، والسرطان الجديد ده شكله لسه قشرته طرية عشان يقدر يكبر في الحجم. بجد سبحان الله في خلقه، عملية غريبة جدا، بس دي طريقة الكابوريا أو السرطان علشان يكبر. يا ترى هيعمل إيه دلوقتي علشان يستخبى لحد ما الصدفة الجديدة بتاعته تنشف وتقوى؟ ده لازم يستخبى بسرعة. دي بقى من أغرب الخدع السحرية اللي هتصدمك حرفيا ومش هتصدق يا صاحبي هو بيعملها ازاي. الراجل اللي معانا النهاردة بيعيش في الصين، ولكن بيعمل حاجة غريبة جدا، بيلعب بالتعبان وكأنه بيلعب بقطعة ورق. أيوة زي ما انت شايف، بيدخل التعبان جوه مناخيره وبيطلعه كمان من بقه، ودي تعتبر حاجة غريبة جدا وتعتبر خدعة سحرية صعبة. لو انت تعرف تعملها اكتب لنا في التعليقات. عمرك بقى في حياتك اشتريت كلب قبل كده؟ طب انت تعرف يا صاحبي ان في كلاب موجودة في العالم تمنها بيساوي ملايين؟ ايوه زي ما سمعت كده يا صاحبي. الكلب اللي قدامك ده سعره حوالي $1,000,000، يعني بالمصري كده شوية فكة عاملين حوالي 50 مليون جنيه. زي ما سمعتني كده. الكلب ده اتعمل عليه مزاد علني واتباع بالرقم اللي قلتلك عليه ده في امريكا، فدي حاجة غريبة قوي بصراحة. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو ده. بصراحة المشاهد دي بتوري لك قد إيه العالم مليان حاجات غريبة ومختلفة. شفنا الكابوريا وهي بتجدد نفسها وتخلع قشرتها القديمة، ودي سبحان الله ظاهرة طبيعية تخليك تتأمل في قدرة الخالق. وشفنا كمان الساحر وهو بيعمل خدعة التعبان اللي مش أي حد يقدر يعملها، دي محتاجة جراءة وتركيز غير عادي. لكن الأغرب والأغرب هي عادة دفن البقرة في الهند. ده بيأكد لك إن الثقافات والمعتقدات في الدنيا كلها مختلفة بشكل كبير جدا. اللي بالنسبة لنا غريب ممكن يكون عندهم شيء مقدس. ياريت تقولولي في التعليقات إيه أكتر مشهد صدمك أو لفت نظرك في الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان نشوف فيديوهات أغرب وأغرب قريب. سلام.